هاقول لك حاجة، عايز تنجح ما تركّزش، ما تركّزش، ما تركّزش أنت عايز تكون فين أو عايز تحقق إيه، ركّز بس أنت عايز تكون مين. اقعد كده مع نفسك واكتب الصفات اللي أنت عايز تكونها عشان توصل للي أنت عايزه. ليه؟ لإن الشخصيات الناجحة بتبقى هي شخصيات ناجحة، يعني الناس الناجحة ديًّا لو أنت جيت في يوم وأمِّنت كل ممتلكاتهم، أخدت منهم كل الفلوس، قُلت لهم إحنا هناخد الفلوس بتاعتكم هنفلسكم تمامًا، أؤكد لك بعد كام شهر هيرجع تاني على طريق النجاح وينجح، لإن هو شخصية ناجحة، بيعرف إزاي يجيب النجاح. معظم الناس المليونيرات عدّوا بحاجات صعبة جدًا في حياتهم، فشلوا كتير، عملوا إفلاس بدل المَرّة كذا مرّة، في كتير حصلت معاهم المشاكل دي، بس بيعرفوا يرجعوا تاني، لإن هي شخصية، هي الشخصية نفسها ناجحة. فالظروف مش بتعمل البني آدم، أنت اللي بتعمل الظروف بتاعتك بناءً على شخصيتك، فعشان كده لو أنت عايز تنجح اقعد كده اكتب، وأنتِ اقعدي اكتبي إيه الصفات اللي في شخصيتِك هتنفعِك عشان تنجحي. مثلًا عايزة أكون متحدثة لبقة، عايزة أكون شخصية جريئة، عايزة ما أهابش من الناس، عايزة إن أنا أكون عندي إرادة قوية، عايزة أكون عندي مثابرة مهما الدنيا يعني تدّيني بوكسات أقوم أقف تاني. حطّي صفات اللي أنتِ محتاجاها علشان تقدري توصلي تكوني توصلي للنجاح اللي أنتِ عايزاه. ركّزي على بناء شخصيتِك قبل ما تركّزي على بناء الشغل بتاعِك أو نجاحِك أو المنصب أو الشهادة اللي عايزة تاخديها. لو ركّزتِ على ده، كل حاجة تانية هتيجي. أنا كنت نسيت ده في الطريق، وأنا باعمل الbusiness بتاعي، كنت نسيت ده، وجات عليَّ فترة كل اللي باركّز عليه هاحقق كام، هاعمل إيه، كام عميل عندي، دخّلت كام في الشهر، فعشان كده الbusiness بتاعي struggled. لمّا رجعت تاني وخدت بالي إن الموضوع موضوع أنا إيه شخصيتي وطريقة تفكيري إيه، الدنيا اتعدلت معايا، ولقيت إن الأمور بدأت تتضبط تاني. فلو أنت عايز تنجح ما تركّزش مع النتيجة، ركّز مع الشخصية اللي أنت عايز تكونها. who you want to become أكتر من what you want to do. وقولوا لي إيه رأيكم في الكلام ده في الcomments تحت.